كنا مستنيين بداية اكتر من كده واحسن من كده. الاهلي طبعا النهارده اداء، عايز اقول لو هو كسب نقطة وكسب مصطفى شوبير بس. طب خسر ايه؟ خسر حاجات كتير، يعني خسر مروان عطية، لان مروان عطية الماتش الجاي مش هيلعب. ليه مش هيلعب؟ عشان خد الانذار التالي. فالاهلي خسر حاجات، خسر، بس كسب زي ما انا قلت. كسب مصطفى شوبير جون 10 على 10 وتقدر تعتمد عليه. وخسر كمان ايه؟ وكسب قصدي كمان ايه؟ كسب نقطة فرقة تقيلة، شباب بلوزداد على ارضها، فرقة بتلعب كورة احسن منك. يعني فرقة احسن منك ككورة. في الماتش ده انت ما شطش ولا كورة عليهم. انت ما شطش ولا كوره على شباب بلوزداد في الماتش ده. لا، ده ان يدل فيدل ان فرقه منظمه، فرقه احسن منك، فرقه اللي التكتيك بتاعها كان احلى منك وكان اسرع منك في حاجات كتير. هنرجع تاني للمشكله اللي احنا كنا بنقولها، قصه التبديلات والتغييرات بتاع الكولر. انت قعدت 75 دقيقه عامل بلوك كده على اللعيبه جوه الملعب. 75 دقيقة. طبعا شفنا لما انت مثلا طلعت التلاتة اللي مرة واحدة طلعوا، ان كان مثلا نزلت قفشة، نزلت كريم فؤاد، حركوا لك الجزء اللي قدام. وبالذات قفشة لعيب كورة بتاع كورة. غير كده مفيش. موديست برضو صابر عليه كتير قوي. 85 دقيقة كتير قوي. يعني 85 دقيقة ككورة مع موديست في الفترة بتاعته دي. لا مثلا هنيجي نقول مثلا في 12 لعيب غايب، لان ال 12 لعيب اللي هم غايبين دول اصابات وتوقفات وبتاع، فده كله هيأثر على اللعيبه. فانت النهارده كسبت حاجتين. كسبت مصطفى شوبير وكسبت النقطه من شباب بولوزداد. عايز اقول ان لازما الاهلي والاستراتيجيه بتاعته اللي جايه، لازما مش عايزين كل مره بقى كولر نتكلم في حوار التبديلات والكلام ده كله. ده كان الجزء. لكن انا كنت عايز اقول حاجه تانية عشان قصه، انا برضه مش عايز اطول عشان بس انا تعبان بس وفي برد وبتاع. فانا عايز بس اقول قصه مكوينه تاني. انا بقول لك اهو، لاني قبل الماتش حد صديق عزيز عليا كلمني وقال لي وضح الموضوع ده. انا بقول لك وعايز اقول قبل ما اقول اي حاجه، انا لما بقول لك معلومه هنا ما بتبقاش من دماغي والله. لما بقول لك معلومه ببقى قايلها من قلب المصدر، من قلب حد جوه النادي وحد موثوق منه، تمام. فانا بس عايز اقول لك ان الموضوع بتاع مكوينه ان شاء الله باذن الله تاني اهو. وانا قلت اخر فيديو عملته مكوينه ان شاء الله بنسبه كبيره جدا في الاهلي، تمام. عندك اليو ديانج حتى هو الراجل ما بقاش يعني يعتمد عليه قوي. يعني ما بقاش يعتمد عليه لدرجه زي ما كنا بنشوف بيحط ديانج وبعد كده يحط الفرقه عليه، لا. فانا عايز اقول ان مكوينه ان شاء الله باذن الله يعني 90 95 في الموسم الجاي مع الاهلي. لعيب كرة جامد، لعيب كرة تقيل. وديانج ان شاء الله رايح قطر القطري. فدي كل المعلومة وانا اكدتها تاني عشان خاطر في ناس بقى هتجدد. يعني مثلا عندك علي معلول هيجدد، في ناس كتير كده هتجدد. بس هي الدنيا كلها دلوقتي بتتكلم على اللاعب اللي هو مكوينه، لان لاعب كوره بامانه، يعني لاعب كوره جامد جدا. بامانه لاعب كوره جامد جدا. وان شاء الله يفيد الاهلي في الايام اللي جايه. واتمنى من الله ان المطوشه الجايه يبقى فيها بقى تحولات. يعني مودست يا عم احنا قلنا، وانا اكتر واحد اتكلمت قلت المكنه طلعت قماش عند مودست. بس مودست برضه مع احترامي يعني لسه. وبعدين عايز اقول كمان حاجه، ان 50 يوم الاهلي ما بيلعبش مباريات رسميه، دي برضه في حد ذاتها ككوره كلاعب انت في التمرين بتوصل لاعلى حاجه. بس المطوشه الرسميه ليها طبعا اجواء تانية وليها متطلبات تانية ولها حاجات تانية. فانا عايز اقول بس ان انا زي ما قلت اللي ليه واقول اللي عليا في مودست، تمام. حاجه تانية بس معلومه صغيره عايز اقولها، الاهلي تالت موسم على التوالي يكسب مباراه واحده من 4 جولات. يعني يا مسهل يكون وشها حلو ويكون وشها خير، ويمكن ال 12 اللي جاي. فكل التوفيق وكل الدعم للنادي الاهلي وكده، تمام. سلام.